رديتوش بالكم بالله فين تحكي المرأة على راجل عمل عملة فاسدة تقول هما الرجال فيهم أمانة، وإذا كان تحكي لها على امرأة كيفها خانت رجلها ولا عملت معها الأعمال اللي ما تحكاش عمرها ما تقول إنسان ما يتمنوش. وهو المليح والدوني في الرجال وفي النساء، نساء ما يشوفوا إلا دوانة الرجال، والرجال زادا ما يشوفوا إلا دوانة النساء. والحق هاك المرة في الدار حكاولنا على راجل مبسوط هو في خير كبير، لكن مرته ما تطناش، قعدت عنده 5 ولا 6 سنين ما ظهر عليها شيء، خافت لا يمشي ياخذ عليها امرأة أخرى ويطلقها وتخرج يدها على راسها من هاك الرزيق هذاك. طبخت الراي هي وامها اتفقوا مع قابلة باش تشوف لهم صغير. بعد أيام قالت لهم ها واحدة حبلة وماذا بها تسلم في صغيرها. من نهارتها المرأة ولات حاشا من يعدي تتقيا وخلاقها دايرة ووجهها صفار. راجلها أشبيك يا بنتي؟ قالت ما نعرف الظاهرة وحم. افرح الراجل وتخلخل ولا لك يجري ويطيح والنهار كله هو وين نحطك يطبق الورد، وهي كل يوم تزيد شويلقة وتكبر في كرشها. الحبلة في الرابع وهي في الرابع، الحبلة في الخامس وهي في الخامس، كل نهار تزيد حاجة والراجل ما في علمه بشيء وما فاتن بشيء وما عنده حد لا أم ولا أخته وحيد لا والي لا تالي، حتى ولات كرشها الحلقة كما يقولوا كالتنير قدامها. دخلت يا سيدي في لوشها الكبار كيف الأخرى اللي بالمنجد. انها عشية مغارب الراجل دخل الدار ومنها خرج، تفكر قضية ارجع ما فتنش به مرته. البيت اللي هي فيها مقابلة سقيفة يشوف في نسيبه خو مرته دز الباب ودخل يجري في سعقلها. المرأة ولدت اطلع الفرش وخرج يجي لسقيفة وقف في الباب، دخل خرج عاود دخل، ومنها دز الباب مرة أخرى ودخلت امرأة، دخلت أمها ومعها امرأة أخرى القابلة هازة حاجة في شولها. أمها من وسط الدار صاحت يا رسول الله، ودخلوا البيت قامت الأخرى الصيحة. فهم الراجل شنيا نزلته، نقز للسقيفة وعمل نفسه حل باب الدار ودخل. اش بيكم اش ثم ولا باس؟ خرجت له العجوزة قالت له اقعد ما تدخلش، مرتك بالحس راهي. يا سيدي قام الصغاريت شنو قالوا ليد، ادخل باسها ما بين عينيها وخرج مش يقضي ما يلزم عاديك. غاب سويعة من زمان وما فطنوا به الا داخل ومعاه زوز بوليسية وكوميسار وطبيب. قلب النافسة لقاها عمرها ما حبلت وما شق هضنها وما تعرفش لبد بكل. الصغير تهز بالمستشفى والجميعة هما وقابلتهم مشاو في السلاسل. أنا كملت الحكاية والمرأة قالت هما الرجال فيهم أمانة. عجايب يلا، يبدأ قد ما عملت المرأة الأولى والثانية والثالثة هي وامها والقابلة عاملين عليه كمبي، ومظهر كان هو ما فيش أمان. الثلاث نساء هما اللي ما فيهم أمان، أما هو عارك على نفسه وما حبش يخليهم يعديوا عليه ويدخلوا عليه البراني يورثوا. نحكي لكم حكاية. ثم راجل، هذه زاد وقعت، هاك الراجل مات وخلى امرأة وزوز وليدات. المرأة عدت الفروقات والزيارة وسلمت في الوليدات لسلفها خو رجلها وطارت. مشات تقول انت النابل ولا سوسة ولا صفاقس ولا جابس ولا غيرها ما عيناش فيها. تعدى العام الأول الثاني الثالث السابع الثامن، حط بها الزمان روحت.
نهار سلفها داخل الدار، قالت له مرت خوك راهي جات قبيله وراهي تسلم عليك. قال لها شنية؟ جاي تعمل هوني؟ ساقها ما عادش نحبها تحطها في الدار. سمعتوا لا؟ قالت له مليح. من غدوك قالت له راهي جات اليوم زاده. نقول لك الحق يا ولدي، انا ما حشمت، ما نجمش نطردها، ما هي الا مرت خوك على كل حال، وليداتها محسوبي تامه تشم عليهم ريحه راجلها. قال لا على كل حال ما عادش نحب نشوفها، خليقتها ما نشوفهاش. ولت المراه تقريبا كل نهار تجي، مره تفطر مره تتعشى، ليله وخرت قالت لها يقعد بات. وكيف جا هو قالت له نقول لك الحق، نقول لك وما تغشش، مرت خوك راهي بايته الليله بحذر. هي قالت له هكا هو دور وين ماشي، قال لها ما عادش ما ندخلش الدار. اتغشش عيط، المراه ما هي تغلب، سكت، لكن ما قابلهاش، هي في بيت وهو في بيت. ولات ساعة تبات بعد يتحل الباب، حتى ولا يقابلها يا سيدي، النساء يغلبوا، ولاو يقعدوا يفطروا ويتعشاوا مع بعضهم، ولات بايته صابحه في الدار. حتى نهار من نهارات المراه مشات ضيفه في ضربوها، هزها من الصباح، في العشيه جاي يدق عليها باب الدار، مدلها تلقيتها من الباب. اش وقع؟ الراجل رد مرت خوه اللي ما كانش يحب يسمع بها حتى بالسمع، وطلق المرية. قد ما عملت معاها المليح وربت لها اولادها ووكلتها وشربتها وما حبتش تطردها وعاركت عليها ولحلحت، باش كفاتها طيشتها وصبحت هي في بيتها في فرشها، والاخرى خرجت بيتها على راسها. اشكون هوني ما يتمنش، الراجل ولا المراه؟ الجمل قالوا له اما خير الصعده والحضره، قال لا نطلع عليهم الاثنين. يحكيوا على راجل زمان شتا والحال اي النار، وجا شتا كاسح، وفي الدار تخصوا في الحطب باش يطيبوا ويحميوا الطابونة ويعمروا الكوانن. هز على زايلته وطلع للغابة، ناوي يلقى شي بعض الشجرة شايحة يكسرها ويعبي حمل الحطب يروح بيه للدار. في الثنية يشوف فيها الدالية زاهية في أوراقها كأنها في الصيف. هو يقرب لها وهو يتعجب كيفاش دالية بورقها في جنب اللصم. حتى وصل لها يلقى الأخمال متاعها نودك ولا نشهيك، أعنب مهندة المسكي رفرافي العنقود بشارية. قعد يتوحد للباري فيما يخلق، فيها العنب اللي من غير فصل، وفيها الولدة اللي والدتها الدالية، ما يعبي أحمل الجمل. ولا بطل من الحطب وقص هاك العناقد هذمك، عبى بيهم الحمل وروح بيه للدار. المرأة منين هذا؟ قال لها هو كعنب من غير فصل، لقيت دالية في الغابة. قالت له عاد جايبوا الهوني وسكت؟ قال لها مالا نعم بالراحة. قالت له برا باش يهزوا هدية للملك، لازم تو يجازيك، ما تعرف الملوك ما هم يحبوا الغلة من غير فصل، بالك يمدكش كيس ب500 محبوب نستغنى. قالها والله قلت الحق في هاد الدبارة يا بنت الناس، الله لا ينكبني فيك، هذه والله ما جات البالي. واختار عنقود مهم، ارماه في المخلة وخرج ندى بالسرايا. شدت العسى في الباب، لا باس يا بابا، شكاي ولا شاي ولا هدية ولا سمة؟ قال جبت لسيدنا هدية. تشاوروا، قال طلعوه. اطلع
في الدروج ومعين في جنبه، المجلس منصوب والملك قاعد ووزيره على جنبه والدايرة، زوز عدول حالين فطرهم وقاعدين، السياف واقف وشكريته في يده. ادخل هو قدم وخر اعطاكر السلطنة. قال له لاباس عليك يا ولدي. قال له يا سيدي جبت هدية لسيدي. تراخل قدم اجا. اتقدم مد له المخلة. قال له يا سيدي عنقود عنب من غير فصل. تراخل خذاها الملك من يده، حشاي يده في المخلة باش يجبد العنقود. يده وقفت. خزر للراجل قال له شنو اللي في المخلة؟ قال له عنقود عنب يا سيدي. قال له متحقق اللي هو عنقود عنب؟ قال له شنو متحقق؟ انا قصيته بيدي وانا حطيته في المخلة وانا جايبه. قال له بالك حاجة اخرى مش عنقود عنب. قال له عاد لا اله الا الله. قال له بالك في ثنيتك المخلة عطيتهاش لحد ولا خليتهاش في بعض البقعة وحطولك فيها حاجة أخرى؟ قالوا لا يا سيدي، من اللي حطيت فيها العنقود وهي في يدي ما فارقتنيش بالكل حتى وقفت قدام سيدي. قال اكتبوا عليه يا عدول. كتبوا عليه. قالوا يا احشي يدك انت في المخلة متاعك واجبد العنقود. احشاي يده وقفت يده، يزس بصوابعه في العنب، يحس في حاجة أخرى، يتلمس. هذا شنو ما فهموش. قالوا خرج يدك. جبد هاك الحاجة اللي في المخلة خرجها، وإذا بيه راس بنادم. شنو هذا؟ قال تفجع هو بيدو الراجل. قالوا يا سيدي ما نعرفش شنو هذا. قالوا كيف تعرفش؟ مش قريت من لسنك اللي المخلة من اللي حطيت فيها عنقود العنب وهي في يدك ما سلمت فيها لحد في الثنية وحتى وصلت قدامي؟ قالوا نعم سيدي، تحت نظري ما سلمتش فيها ولو لحظة. بالك انت جاي في الثنية وقفت باش كما نقولوا طير الماء وحطيتها في جنبك، جاء واحد هز منها العنقود وحط في بقعته راس بنادم. قالوا لا يا سيدي. قالوا ما لقر شنيه النازله هذه؟ هالراس هذا منين جاء؟ لازم في بعض السبه، ويا لها من سبه. قالوا في علم شيء يا سيدي. قالوا يقروه. اتمكن به الجلاد وبدا يضرب بالنافعه، كلا على خليقته حتى ما عادش تعقل، كتفوه سلسلوه قعدوه على دبو. لا دبوزه ما ثماش وقتها، هذيك اخترعوها الفرنسيس في الجزائر. اما حطوا له صوابعه في المنقله كبسوا شيء. الراجل ولا يسلت في عرق الغلبه، مشى وجه الدنيا جا وجه الاخره، حتى تلفيقه من التلفيقات خزر للراس، خزر للوجه بتاعك الراس هذاك، حقق فيه نظر، دور وجهه منها عاود خزر مرة أخرى، وخذا فيها الرب معطاه بط ساكت دايخ، رشه بالماء فاق، زاد خزر للراس، عاود داخ مرة أخرى، عاودوا فيقوه. الوجه كان أحمر بالضرب ولا أصفر في الليمونة، القلب ولا يضرب ضربتين وضربة، الموت نشرت قدام عينيه. قالوا يا سيدي آذنهم يكفوا عليها من الضرب، وها هي الحقيقة. العفو. قالوا كصدقت. قالوا يا سيدي إذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا مليح. قالوا المقصود برك الحقيقة. قالوا يا سيدي عندي ثانية وارثها من بابا، وجاري عنده ثانيته في جنب الشارع نتاعي الحد بالحد، اتخاصمنا على الحد اللي بيناتنا، هو يحب ياخذ لي ذراعه وانا نحب ناخذ ذراعه، ما نعرف شنو. اي تخاصمنا قدام الحاكم، اظهر الحق لي هو، ولات عداوه بيناتنا وحقدت عليه كانها بيناتنا روح. ينهار انا في الغابه ولقيت ولده، قلت ما نلقاش في غريمي نهار خير من هالنهار هذا،
وتمكنت بهك الولد، وقلت له توا نقتلك لابعد ومشات فيك في الحشاشه وما يفتن بك حد. قال لي ماي نشكي بيك، نشكي بيك. قلت له شكون تشكي بيا؟ قال لي الملك الكبير. والملك الكبير يقول للملك الصغير، والملك الصغير هو اللي خلص لي حقي. قلت له حتى يقول الملك الكبير للملك الصغير وتوا يخلص لك حقك. على دورة 10 أميال ما ثماش انس فيها الغابة هذه إلا الطيور في الشجر، لا من يجيب لك خبرة. وتكيت عليه يا سيدي، ذبحته وحفرت له وردمته. هذه اليوم عندها عام صحيح، واليوم أعمالي ربي بصيرتي ما رديتش بالي، ما فطنتش اللي البقعة اللي لقيت فيها الدالية هذيك هي بيدها اللي حفرت فيها للولد وردمته. قال له مالا تصديق لكلامه؟ الملك الكبير ها هو قال للملك الصغير، وانا الملك الصغير هاو مش نقص لك لبعد راسك. ويا قاتل الروح وين تروح؟ دوروه. يحكيوا على واحد جنان يخدم في جنينة السلطان. نهار الحال شتاء، يلقى شجرة متاع خوخ فيها كعبة خوخ غلة من غير فصل في كبر كعبة البرقدان، خد بخد سبحان الخلاق فيما يخلق. وإذا كان ثم بعض الحبلة تسمع فيها تصبر شوية، هوا الخوخ قرب وبدا يطيح. السلطان يدولش في الجنينة ويتفرج، مشالو يجري هاك الجنان، يا سيدي يا سيدي إجا شوف هالخلقة. مشى معاه السلطان تفرج في هاك الخوخة العجيبة هذيك. قال له هذه رد بالك عليها، وكيف الطيب جيبها لي. سي جنان مشى يجري، جاب حصيرة ومخدة، فرش هاك الحصيرة هذيك تحت الشجرة وقعد يعس ليل مع نهار. وهو ثم شاد العسة وعينيه مرشوقة ما تنحاش في هاك الخوخة هذيك، ولا معبود بالحق إلا الله. حتى عشاه وفطوره يجيبوهم له ثم. علاش مش نهار يجي نسر يحط على الشجرة هذيك ويتمكن بها يكسر لها أغصانها ويفسد كعبة الخوخ ويغفصها؟ مشى يجري هاك الجنان السلطان، يا سيدي راهو هما صار وما صار. قام معاه السلطان، مشى للجنينة، شاف الشجرة كيفاش مكسرة، قال له يلقى عمله. قعد الجنان حاير في أمره، شنو النسر يجي يكسر شجرة يلقى عمله؟ يا أخي هو بنادم باش يلقى عمله باش يعاقبه ربي نهار آخر ويحاسبه؟ قعد يضحك على السلطان. الله الله، نسر ويلقى عمله، وهذا سلطان سلاطين آخر الزمان. أي عادت مدة وهو باقي يخدم في الجنينة هذيك، نهار يسمع في حس ووغلي وتصرفيق، جاي يجري يلقى حنش بوفطيرة من هاك اللي خشنه في خشن عتقة بتاع شجرة، يبلع في هاك النسر، والنسر يصرفق في جوانحه ويفركس باش يمنع، والاخر يبلع فيه بالطريف 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 حتى زرته الكل، وتسرسبك الحنش مع الشجرة ومشى هبط القاعة ومشى على نفسه. تعجب الجنان ومشى يجري للسلطان، يا سيدي راهو هما صار وهما صار، الحنش بلع النسر وكلاه. قال له يلقى عمله. شنو قال هيك منطره هذايا؟ نسر يلقى عمله،
وحنش ياكل الناس اللي يلقى عمله. يا اخي شنيا صنعته الحنش؟ هو تمو يبدا يصطاد وين يلقى هايشه اللي يقدر عليها يترمى عليها ويبلعها. يا اخي حتى في هذه يلقى عمله زاد. وزاد هاك السلطان طاح من عينه. اي تعدت ايام مشات نازله من باله. نهار هو يخدم شد المسحه ويعزق، وضربه من الضربات تجي في اللحم. حير هاك التراب هذاك جاي يشوف، يلقى هاك الضربه جات قد في الغار نتاع الحنش، والحنش تقص راسه. هز هاك الراس هذاك رماه في مخلع ومشى داه للسلطان. قال له شكون قتله هذا؟ قال له يا سيدي هذا هو اللي كلان النسر، انا نخدم وضربته بمسحه قصيته راسه. قال له تلقى عملك. شنية؟ قال لي توا انا وليت مش تلقى عملي زاد على حنش قتلته؟ حنش اللي هو عدو بنادم. اي هالسلطان هذا خرف مره واحده. لا الله، بلاد ويحكم فيها سلطان كيف هذا؟ لا مشات امورنا كيف الزيت. قعد ايام يترثى بها هذه، وين يتفكر كلام السلطان يقوم يضحك. اي تعدت مده مشات نازله من باله. علاش مش نهار مرت السلطان مش جيت تتفسح في البستان هي وبناتها وجواريها، جاب شحامبه يجري نبه خرج الجنانه الكل. لكنه خينا يخدم في بقعه مدغر، ما سمعش، ما فطن بحد، ما فطنش هو نسووه. هو يخدم ويسمع في نساء تتكلم ولعب وضحك وجري وغناء. عرف اللي الحريم جاء. مش يعمل؟ وين مش تخبى؟ وين مش تخبى؟ وين مش يهرب؟ تعبات الجنينة بنساء على اليمين وعلى اليسار، وين يدور يشوف فيهم يتجراو. بحذه شجرة عالية تشعبط فيها، طلع تخبى في أغصانها. سعدك والمسعودين هاك الشجرة هذيك جات فوق الجابية، قد فوق البيسين، والجماعة قاصدين الجابية جايينها مقابلة. وحبر ما وصلوا قالوا نعوموا. نعوموا ما نعوموا، بدات الأولى نزلت حوايجها وترمات في الماء وبدات توزع. تبعتها هذه، تبعت الأخرى، تبعت الأخرى. لا هو ولا لك عوم وتشلبيق وبخام بالماء وضحك وعياط وصياح. يا أخي واحدة منهم شافت الخيال في الماء، هزت راسها تشوف في سيد العين مكبش في الشجرة يتفرج وريقته تسقي. ما فاتوا حتى شيء، كانوا في التياترو وفي الصف الأول. قامت الصيحة، نقزوا هاك البنات كل واحدة تغطات بسفساريها، خلطوا العسكري يجري واش ثمج يا لله ما لاباس. قالت لهم شوفوا هالكلب من كلب هذا مخبي في الشجرة يتفرج فينا. هبطوه، بداو قبل كل شيء عطاوه طريحة نباش القبور، وهزوه طير حمام قابل الحبس. هاو في الليل مرت السلطان حكات لراجلها. عالصباح هبط للمحكمة. الحكم الأول قال هاك الجنان هذاك دوروه مقابل المشقة. مشات الطامة والعامة ولبسوا هاك القشابية المشومة وحجموا له راسه وعملوا له ما يلزم للعرايس للمشانيق، هزوه للزندالة. العادة ما هو اللي مش يشنقوه يشهيوه. قالوا له تشتهيش حاجة؟ قال نشتهي توقفوني قدام السلطان نقول له كلمة واحدة. قالوا شبيه؟ رجعوه للسلطان. قال له يا سيدي أحكمت عليا بالمشنقة ما هو؟ قال له إيه؟ قال له راني مظلوم، راهو هكا وقع وقع. قال له كهو يا ولدي. قال له ما لا تعرف شنو؟ اي نعم. قال له تلقى عملك. شنية؟ قال له شنو هالكلام؟ قال له النسر كسر شجرة الخوخ قلت يلقى عمله، كلاه الحنش قلت يلقى عمله، قتلت انا الحنش قلت لي نلقى عملي، توا انت حكمت عليا بالموت وباطل تلقى عملك. انت سلطان
تحكم في الدنيا اليوم، اما ثم السلطان الكبير اللي يحكم فيا وفيك، وربي من فوق يخلص الحقوق. قال سيبوه عليه هذا، اذهب نخرج من قدامي. هاك العام ليلة كنت سهر في التياترو، وقت الراحة ما هم يتلموا برشا ناس في السقيفة وفي البركون بتاع التياترو باش يتكيفوا سواقر، ويبدا وغلي وحديث ودزني وندزك. قامت عركة ما بين زوز من الناس، هما متهمين والحف وبرانس كأنهم أعظم في مجلس كبير، وبداو يسمعوا في بعضهم في كلام يقشعر الدم. حتى واحد بدا يقول لاخر خيري في كرشك، نسيت وقت اللي كنت ملبسك برنوسي، نسيت وقت اللي كنت تبات وتصبح عندي في الدار ونطعم فيك. يا اخي الاخر قال له ما اوطاك لبعد، الناس يتكلموا على الماكله لكن ما نلومش عليك، اصلك كنود. اي ضرب الناقوس دخلنا، لكن قعدت هاك الكلمة، كلمة كنود هذيك ما فهمتاش، قعدت تحفر في قلبي. وانا من طبيعتي نبدا نبحث عن العلة وبنت العلة والقاضي باش مات، ونفركس كل مثال شنو هو اصله، وكل كلمة شنو اللي كان فيها سبب. وساعات تمشي مبالي وساعات ترجع، حتى لهاك المرة نهارنا في الإذاعة وجا الشاوش قال لي ثم طفلة تحب تكلمك. خرجت لها، قالت لي أنا من جهة بربة ولا البطان ولا شنو، قالت نحب نجي عندك في الدار. لواه؟ قالت راهو بابا طردني أنا أمي مشات عند خالي، وأنا ما لقيتش نمشي، هاني ركبت جيتك لهوني مش نقع عندك في الدار. قلت لها مرحبا اقعد. نهار هي تحدث في الدار على ابوها، قالت ما هو اصله كنود. قلت لها ايش معناه هذا؟ قالت حكايه هذه. قلت لها يقعد احكي لي. قالت على هاك السلطان انهار واقف في الروشن، تعدى طالب تحت السرايا، يا كريم تاع الله يا كريم تاع الله، رمالو زوز صوردي، هزهم الطالب قلبهم خزر لهم ليح، لقاهم زوز صوردي، هز راسه قال له اصلك كنود. السلطان دخلت له الكلمة من هوني خرجت من غادي، ما فطنش بيها، ما ردش باله. لكن بعد في الليل اتفكرها، قال يا وزير ايش معناه كنود؟ قال له يا سيدي انا عمري ما سمعت هالكلمه. قالوا نشد لي عليها وجيب لي مغوي بخبر. النهار الاول الثاني الثالث، ايش عملت يا وزير؟ قال له يا سيدي ما لقيتش. قالوا ما له عامل وزير انا، اي برا اركب وامشي للبلدان وامشي للصحاري وامشي لوين يظهر لك، وما نشوف وجهك الا بهي الكلمه هذه، ولا ما ترجع ليش مش لازم. ركب هاك الوزير وخرج من البلاد، كل البلاد اللي يوصل لها يقعد فيها هاك الجمعة نصف شهر ينشد يبحث، ومنها يركب. نهار عشت عليه العشية في الخلاء، يلقى خيمة، أي قال نبات هون، وقف قدام الخيمة، حنحن الحصان، خرجت الطفلة عالسلامة مرحبا، قال لها ضيف ربي، قالت له تفضل. شدت له الركاب، هبط، فرشت له زربية قعد، هبطت على الحصان، ربطته وحطت له طرف شعير قدامه، جابت قلت المال للراجل، صبت عليه غسل طرافه، هما هكايا وشايب جاء بوها. خرجت له قالت له عندنا ضيف، وراه وجهه ما يخيبش، ظاهر فيه كبير قوم. قال لها انا ما نجمش نقعد،
جيت باش نقول لك اللي انا مش نبات الليله مع الغنم وباش ما تحيرش عليا، لكن اجا معايا نذبح لك علوش وعمل له كسكسي ومسلان. خرجت معاه. كيف وصلوا للغنم بدا يقلب من علوش لعلوش، هذا ايه هذا لا هذا لا، ومنها قالت تي هو الواه علوش تي مو برشني يكفي. تخلى المعيز يختار، ومنها قالها اي مش لازم برا مشي يذبح له صندوق. هي اعطته باللفته وعيط لها قال لها يا عيشه يا عيشه تي فريرج يزي فريرج صاير. قالت له مليح يا بابا. هي دارته قال ايش هيج مش لازم ديري له كسكسي بشويه حليب. مشات طيبت كسكسي سقته له بالحليب وحطت له يتعشى. تعشى ورقد. قام في الصباح مروح، ارمات له على الحصان، شدت له ركب. هو جاي بقي فيها بخير، وهي قالت له لا تنوم لي يا هنود، اصل بابا كنود اللي قرشت الكلاب عصاته عمره بالخير ما يجود. قال له حدك ثم ولا هبط وقالها هذه اللي جابتني عليها، جيت على خاطرها وقاعد ندور من بر البر. ايش معناه الكلام هذا؟ ايش يحب يقول كنود؟ قالت له كنود معناه طالب. الطالب اللي الكلاب قرشوا له عصاته وقت اللي يقف يطلب على الدوار ويخرجوا له الكلاب ويبدا يهيب عليهم بعصاته وهم يقدموا له فيها، هذاك كيف يتبدل عليه الحال ويولي مبسوط ويولي دز الخير في الخير بالركبه، يقعد باقي طبيعته طالب وعمره ما يجود بالخير. بابا راهو قال لي باش يذبح لك علوش، ومنها ندم على علوش قال برشني، ومنها قال لا سردوك يزي، ومنها قال عمل له فريرج، ومنها قال كسكسي بحليب على خاطر اصله موش حاجه. من حيله انزل على الحصان ويجبدها مشاف حتى وصل لبلاده. مقابله للسلطان قال له يا سيدي راهي نازله فيها وفيها. قال عجيب، مالا انا وليت اصلي طالبه. قام من حيله مشى لدار الحريم، مشى لامه كب على راسها قعد بحذاها. جات القهوه قعدوا يتحدثوا من هوني لهوني، ومنها قال لها يا امي شكون بابا؟ قالت له 7 الطاف. اش معناه شكون بوك؟ قال لها معناه شكون بابا؟ يزي يا ولدو. قالت له بوك ما هو السلطان المرحوم. قال لا اصدقني. قالت له ما عندي من اصدقك، هذاك هو الكلام. القاها ما في عينها طب وما مستعرف بشيء. دبر لها في حيلة كيف ما يقولوا في الخرايف الكل. بعد بمدة اشتهى المحمص، اجا افطر معايا يا امي. هي مد يدها وهو غطسها لها في المحمص، تغلي وتفرق المرات شوات. قال لها ما نسيب لك يدك الا ما تصدقني وتقول لي شكون بابا. قالت له وليدي مالا اذا كان الكذب ينجي الصدق نوجه، سيب لي يدي. سيبها. قالت له راني عمري ما ولدت انا وعمره ما شقني ذناء، وقد ما داويت وما كتبت وما عزمت وما بخرت وما شربت قراطس عمره ما شقني ذناء. حتى سمعت اللي السلطان ناوي مش ياخذ امرأة باش يخلي ولد اللي يخلفوا على الكرسي. دبرت في حيلة. ثم طالب يسكن في عشة البرة من البلاد، ساعة يجي يطلب قدام السرايا. نهار عيد جات مرته عطيتها حويجات، ولت ساعة تجي هي نحسن لها. حتى نهار شفتها كرشها بدأت تكبر، تفاهمت معاها ومع رجلها وكريتهم بالفلوس باش كيف تولد المرأة تجيب لي الصغير.
وقعدت كل نهار نزيد نربط حاجة على كرشي، ما وصلت هي لشهرها إلا ما أنا وليت كرشي في حلقي. والسلطان فرحان وفي خلافات من عقله، وناس تفصل وتطرز وتحضر في حوايج الصغير. ليلة اللي ولدت راجلها جاب لي صغير تحت دربالته. قلت يا رسول الله يا جبريل، خلطة القابلة متفاهمة معاها زادة وكريتها. السلطان يمشي ويجي يستنى، قامت صغاريته ولدت. وليدي ربي أراد بك الخير، كنت مش تجي طالب، هاك جيت سلطان، ولا سلطان إلا الله. والسلطان مش بوك وأنا مش أمك. قال يبدأ هذه هي النازلة. الطالب عقلني وعرف اللي أنا ولا وسلطان كيف ما هانش بيا نعطيه أكثر من الصور دي. عرفني لا طالب، ما يكون أصلي إلا طالب. على كل حال هذيك سلطنة وهذه سلطنة. يحكيوا على زوز اخوة، واحد تاجر ومبسوط، وواحد نجار زبوز قليل يهز ساق تغلق الاخرى. عنده 7 بنات، واخوه التاجر عنده ولد، وهو يسكن في قاع الزنقة، والنجار والبنات يسكن في راس الزنقة. النجار كل صباح يقف قدام باب داره حتى يتعدى اخوه، يقول له صباح الخير يا صاحب الخيرات، يقول له الاخر صباح الخير يا صاحب الغبنات. كل صباح لها المعدل، حتى ولا هاك النجار في هم وغم حاطط في قلبه، وكل نهار يزيد ينحل. الصغيرة في بناته قالت شبيه بابا كل يوم التالي ليس القدام. نهار هو خرج وقف قدام باب الدار، ثم مضوى فوق الباب، نصبت صرافة وطلعت تطل حتى تعدى عمها. قال له بوها صباح الخير يا صاحب الخيرات، قال له صباح الخير يا صاحب الغبنات. قالت بالجاه، صار هو هكا يبدأ بابا صاحب الغبنات على خاطر عنده 7 بنات. أي تو نشوفوا. قاعدة تخمم وتدبر ايش من عملة تعملها باش توري اللي الطفلة غالطين فيها الناس ومظلومة وماهيش غبينة. انهار التاجر قال لخوه باش نعمر شقف بالسلعة لمحمد ولدي مش يمشي يتاجر في البلدان. شفت، قال له لو كان عندك ولد، اما انت تبارك الله عليك جايب 7 بنات، لا وحيدة لا 2. هذو ما راهم ما يجيو الا الفقر ولا اللي تمره. روح الاخر للدار مهموم، داروا به بناته، اش بيك يا بابا، لاباس على بابا، اش جرى البابا، شكون تعدى عليك، لا يبكيلك عين. قال لا لا ما حد شيء. ومنها هما يفطروا ويتحدثوا. قال لهم هاوك محمد ولد عمكم مسافر، وبوه مش يعمل له شقف بالسلع. قالت الصغيرة، قالت تمشي معاه. شنية تمشي معاه اش تعمل؟ قالت نمشي نتاجر كيفه. قال فاش مش تاجر من غير محرية؟ انا عندي باش نشري لك سلعة ولا. وعلى كل حال اصل العادة بنية تسافر للبلدان. قالت انت شاور عمي وش عليك. ما حبش، لكن بدات بيه حتى غلبته. مشى لخوه قال له وقتاش محمد ماشي يقصد ربي على خير؟ قالوا نصيف شهر اخر حتى نلم له السلعه ونعمل له عوينه. قالوا راهي فطيمه بنتي ماذا بها تسافر معاه. قام الاخر يضحك ويقهقه حتى طاح على قفاه. كيفاش؟ قالوا عاود شقلت. قال له فطيمه بنتي تحب تسافر مع محمد. قال له مليح يا سيدي، برا تمشي معاه وربي وجهه خير.
هذه أحلى من كل. وهو باقي يضحك. روح لداره ويلقاها في السقيفة تستنى فيها. شقال؟ قال لها شبع لي بالضحك، اش باش يقول لي؟ قالت له خليه يضحك كي ريرا بيان كي ريرا الدرني. اي بابا قالت له نحبك تخدم لي 40 برميل كيما كنجار، نحب 40 برميل. شمش تحط فيهم؟ قال لا. قالت له اعملهم ساعة ومنها ندبروا. الراجل قلنا نجار زبوز في 10 ايام من الزمان حضرها ل 40 برميل. اش مش تحط فيهم توا؟ شنية السلعة اللي مش نسقوها فيهم؟ قالت له انا ما عندي حتى سلعة، اما مش نقصد ربي وهذم باش عملهم سبب. برا قالت له عبيهم لي بالماء وسكرهم. شكون مش يعرف في وسطهم اش تم؟ وشري لي حوايج نتاع راجل. اي نهار صفر المركب واقفة في المرسى على مخطاف، خلطت الكرار جايبه صنادق السلعة نتاع سي محمد، وجاو الحمالة يدزوا في هاك البرامل هذوك. والتاجر جا هو وولده والنجار جا هو وبنته، بقاهم بخير وركبوا. دخلوا البحر، بحر العجاج يتلاطم بالامواج، داخله مفقود وخارج مولود، بين سماء وماء، حتى جاتهم شروة شافوا الهلاك بعينيهم ورماتهم هاك الشقف هذيك على بلاد. لكن ما هي إذا جات جهة سبيبة وإذا مشات تقطع سلاسل، واللي ربي يريد له بالربح راهو بأقل الأسباب. يلقاو البراح يبرح في البلاد شربت الماء بدينار. البلاد ما صبتش عليها شتاء 4 ولا 5 سنين، فرغت المواجل، شاحت الابيار والوديان، قعدوا الناس يغاغيوا بالعطش حتى ولاو مهونين دينار ذهب في شرب الماء. قالت هي هاو عندي الماء، وبدات تهبط في البرامل، والبرميل اللي يفرغ يتعبى بالذهب، ترجعوا تهبط غيره. اي ارتاحوا نهايرين ولا 3 حتى طاح الريح، هزوا القلاعات وزادوا القدام، رصاو كما تقول انت على اسكندريه. هبط هو سلعته، هبطت هي براملها، جاو لسوق الترك كما نقولوا، كراه هو حانوت وكرات هي حانوت مقابلته. حلت بربيل، جبدت طرف اللويز، جابت النجار خدم لها طارمه، جابت السلعه وبدات ترصف. سي محمد ما هو ولده كابر ومبسوط وعينه كبيره وما يعرفش قيمه الفلوس وما يلوش كما يقولوا. من نهار الاول شد ثنيه الدنيا، المراه يقول لها القطعه هذه بلف وتقول له ب100 يقول لها هز، واللي تحب تلوق يعطيها من غير ما يعرفها ويكتب في الجار سيف في الماء. حتى الصويرمية دخلت بعضها وفات السلعة وفات الفليسات، باع الطارمة، سلم في الحانوت لما ليها، حرقوا الجوع باش باع حوايجه، تبقات له شكارة شقها ولبسها ومشى دخل في حانوت الطايري يخدم بكرشه. الأخرى قاعدة متفزنكة في حانوتها تبيع وتشري، لابسة كسوة راجل، مسمي نفسها يحيى. هاك التجار مبشوقين بيها بسي يحيى ويحيى، ونهار كله ما هز يحيى حط يحيى، وحانوته نهار الكل تملى وتفرغ. هاو ولد السلطان نهار متعدي بهت في الخليقة، هذا راجل هذه امرأة. انشد قالوا له هذاك سي يحيى براني عنده يجي 6 أشهر من اللي جاء حلك الحانوت. ارمى عليه الصحبة، ولا كل يوم يجي يصبح بحذاه وكل عشية عشي بحذاه، وهو حاير في أمره زعما راجل بالمنجد ولا برا. نهار مشى لأمه وحكى لها، قال لها يمي هالتاجر هذايا جاي جديد للبلاد، الخليقة خليقة نساء والصفة صفة رجال. قالت له انت جربه. قال لك كيفاش نجرب؟
قالت له راهم النساء كيف يرقدوا على الفل والياسمين يصبح مذبال، وكيف يرقدوا عليه الرجال يصبح منعنع. امشى من غدويكا جاب لها كنسترو بالفل والياسمين. شنو هذا؟ قالوا شوية من الجنينة. انت غريب ورقد في حانوت، حطه في فرشك ومتع بدنك به الليلة. الطفلة فهمت برمكية، فهمت اللي هو يجرب فيها، وهالقاعدة هذه تعرفها. خلات هاك الفل والياسمين في الكنسترو بتاعهم ورقت في فرشها. الاخر على الفجر خلط باش يشوف، وبدا يدق ويزعل في الباب: شكون؟ فلان. ايه. قامت جبدت هاك الكنسترو وصبته على الفرش، وفرتت هاك الفل وهاك الياسمين وخرجت حلت له: صباح الخير، نهارك سعيد. هي دارت تغسل في وجهه وهو رمى عوينه للفرش، يلقى هاك الفل هذاك وهاك الياسمين منحنع يعمل كيف. مشي يحكي لامه، قالت له: ما راجل هذا. لكن قال لها باقي الشك ما تنحاش من قلبه. قالت له امه: انت امشي انت وياه الحمام، في الحمام يظهر كل شيء. قال: هذه هي الدبرة. قعد 3 ولا 4 أيام ما جاش لصاحبه الحانوت. نهار الثالث اخديم جاي: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: بعثني لك ولد سيدي راهو مريض هالايام. قال له: ايه حتى هو اليوم 3 أيام ولا قداش ما جانيش ومتحير عليه، نجم نمشي نطل عليه. قال: تفضل. هزت نفسها مشات تلقاه في فرشه: لاباس عليك؟ شنو احوالك؟ قال لها: مريض اليوم 3 أيام، تسمع الخير، راسي ما نجمش نهزه من فوق المخدة. يجيبش طبيب؟ شقال؟ قال لها: الطبيب قال لي امشي للحمام. شنو فكرك؟ قالت له: الحمام شفاء. قال لها: مالا نمشيو مع بعضنا؟ قالت له: شبي حاضر. تواعدوا من غدويك على الفجر يتلقاو في الحمام. فهمته هي علاش مادد، وتوا وقفت الزنقة الهارب، والمرة هذه مش تفضح. من حينها قلبت النعال للحانوت، هبطت السلعة، عبت الصنادق، دقت، صمرت، ولمت أحوالها وأموالها وخيراتها. ثم مركب على مخطاف في المرسى، هزت وسقط فيها الصنادق الكل، ومشات لولد عمها، خرجته من حانوت الطايري، قالت له: هيا مروحين. ركبته في الشقف وقالت له: اقعد هوني عس حتى نجيك. من غدويك على الفجر ولد السلطان كان في الحمام. جا شي حد ينشد عليه، قالوا له: مازال ما جا حد، ادخل يغسل. لا هي خلطت. جا شي ولد السلطان، قال لها: قال الحارس هاو قال الداخل يستنى فيك. جبدت ورقة كاغذ كتبت له فيها: لاني حسن لاني يحيى، عرض القفاء تنتيف اللحية، أنا فطيمة بنت النجار مثل القمر في وسط الدار. ومدت الكاغذ للحارس، قالت له: برا اعطيهوله وقت اللي يخرج. ومقابلة للشقف هز القلاعات: وعندك بحرية يا ريس؟ شد 2. ولد السلطان غسل وخرج. جا شي حد، قالوا: جا راجل وهو خلالك التذكرة هذه، اقراها. قال: عندي ما عند حد. مشى يجري لبوه للسلطان: بابا، قال له: نحب محلة توا ولا رين نموت. من غدويك لا عطل لا بطل، وهو خارج بمحلة. يرجع كلامنا لفطيمة. وصلت الشقف البلاد بوها، بعثت خبرت، خلط بوها، جات الكروسة، جات عمها جاب كروسة، وقفوا استناو. هبطت لابسة الززمة ورامية نقاب، ترمات في رقبة بوها تبوس وتعنق. عمها واقف يستنى. يا اخي هبط ولده لا عز لا عز الله، لابس هيك الشكارة هذيك وبلو صخ بتاع الزيت، ولات فرنيز. اندب وجهه، هبطهم من فوق اللوطة. خلطوا الحمالة يهبطوا في الصنادق، وهي واقفة ما تحركت من ثم لما هبطوا الصنادق الكل حتى الاخراني. ودارهم متفرحات، وهددت هد وبنايا تبني، ودار الاخرين بكاو وغرقت.
كمالة الجمعة المؤذن في السمعة مش يقول الله أكبر، قال الشفاعة يا رسول الله. ومقابلة للسلطان قال يا سيدي هذوما كانهم أضياف ما نجموهمش، كان أعدى يردوا البلاد جير ويجور، بعث الوزير كبر الدولة قدام هالمحلة هذه اللي بتسد عين شمس، قبلوهم أضياف. يا سيدي قال له هل اختار سعيد؟ قال أنا ولد السلطان الفلاني. مرحبا تفضل. قال جيت نتبع في فطيمة بنت النجار. قال شكون هذه فطيمة بنت النجار؟ ما عندناش. بعثوا استخبروا عليها، هيا جابوا بوها. قال مش هذا اللي حاجتي عندك يا ولدي، اما ضيفنا هذا يا ولد السلطان الفلاني ها هو. قال لك جيتك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب. قال له يا سيدي نشاورها. ومشى شاور بنته، ومن غدوك رجع له ولد السلطان قاعد على أحر من الجمر. قال له يا سيدي أنا راهو عندي كرمكم الله 7 بنات، وهذيك هي الصغيرة فيهم، ومش متيسر تو في سبرنا هي تتزوج وخوتها يقعدوا الكبار يقعدوا. قال له هذا اللي عليك، من حين ركب فارس للبلاد بوه إكمالة الجمعة يخلطوا 6 فرسان، والوزير والكاتب والشيخ الإسلام والقاضي والمفتي والمع شنو والشيخ المدينة، كل واحد اخطب طفلة من هاك البلاد هذيك وعرسوا مع بعضهم فرد ليلة ثمك. ومن غدوة سي النجار لقى أخوه هو اللي يستنى فيه في راس الزنقة. قال له صباح الخير يا صاحب الخيرات. أنت هو صاحب الخيرات، أما أنا هاي غبينتي في قلبي. زاوية سيدي بالعروس ما نعرفوها في ناحية سيدي بالعروس بحذا جامع حمودة باشا. زيد قدام شوية تلقى زاوية سيدي كلاعي، والدنيا ما هي بخوت وسعود حتى عند الأولياء والصالحين. الناس في هاك الوقت هذاك، وقت اللي هاك السادة كانوا حيين، كانوا ما وقت اللي مش يقعدوا ما يتفكروا إلا سيدي بن عروس. يا سيدي بن عروس لو كانت تقضى لي القضية الفلانية نجيب لك بخورك، لو كانت تقضى لي القضية الفلانية نجيب لك قصعة. يا سيدي اللي يبعث وعدة سيدي بن عروس قصعة كسكسي والحم يعطيها للحمال يوصلها له، هزها للزاوية هاك معروف، ويكون هاك الحمال حطها على راسه وجاي بيها من حومة بعيدة كما نقولوا من المركاض ولا من غيره، ويعيا في الثنية. كيف يوصل زاوية سيدي الكلاعي ما زالت له هو خطوتين على سيدي بعروس، ثم دكانة يحط عليها هاك القصعة هذيك ويقعد يرتاح ويمسح عرقه ويبدأ يتحر. سيدي الكلاعي يبدأ قاعد على دكانته يقول الوعدة لبن عروس والتحير للكلاعي. ما عليناش، زاوية سيدي بن عروس كانت تطعم، الداخل داخل والخارج خارج، والذبيحة والقصاع والناس تاكل والنار تشعل ليل مع نهار، وبرشا خوان يقراوا الورد مع الشيخ ويقيموا الحضرة مع الشيخ ويصليوا ورا الشيخ. ثم منهم 3 مقربين ما يفارقوهش بالكل، واحد مكلف بالبريق تاع الوضوء، وواحد مكلف بالقبقاب وبالمنشفة، والاخر مكلف بالسجادة. وين يمشي وهما هذا القدام باش يبعد عليه الناس والاخرين وراه. يا سيدي حفظوا كل ورد وكل دعاء، ولاو كيف يغيب الشيخ يصلي واحد منهم بالناس. نهار هما قاعدين قدامه 3، وقال له واحد منهم يا سيدي احنا هاك تشوف فينا الصلاة والعبادة وطاعة ربي،
ورينا بعض الأشاير. قال منين عندي أشاير أنا عبد كيفكم أنتم؟ قالوا لا لا لا، أنت بركتك عظيمة، الدنيا عندك، أعطينا الدنيا. قال الدنيا عند ربي. قالوا له بركة القرآن اللي في صدرك. وبداو دايرين بيه ليل مع نهار، محضبين عليه في كل وقت، في كل دقيقة، نهار الأول الثاني الثالث العاشر ال15، حتى نهار قال لهم امشيوا للزاوية الفلانية، ها هوكا تلقاو بير في الصحن، يجاو قدام البير وحفروا، هزوا فاس ومشاو. وصلوا لهاك الزاوية، دخلوا لقاو البير، ابداو في الخدمة، قلعوا زليز، ومنها بداو بالطريق باك الفاس هذاك يحفروا. حفروا يجي 2 متر، لقاو اللويس، ما يعطينا ويعطيكم رزق الحلال الطيب، عرمة. يحفروا ويوسعوا في هاك الحفرة هذيك، واللويس كأنه ينبع من الأرض، ويبتين 3 4 15 عياو. قالوا وين نرتاحوا شوية ونزيدوا من بعدين نحفروا ونشوفوا ونحصروا مالنا قداش. قعدوا لكن تعبوا وجاعوا. قالوا نفطروا يا جماعة. لكن نفطروا منين؟ هما في زاوية البرة من البلاد كما نقولوا في الحريرية ولا في دار الحطاب. قالوا يمشي واحد منا يهبط للبلاد يجيب لنا فطورنا. اشكون؟ قال برا انت يا فلان، برا يمشي للبلاد جيب لنا فطورنا. قام واحد منهم خذا كعبة لويز وهبط لتونس. في الثنية دخلوا الشيطان، قال هاك المال الكل لو كان لي انا وحدي مش خير، علاه هالزوز كمنتروات ياخذوا معايا باي في عوض اللي انا ناخذ الكل، ما يصح لي الا 3. وبدا الشيطان يخرب له في مخه حتى قال نقتلهم وناخذ انا الكل. وصل للباب سويقة، شرا شربية، مشى بالحاج، قعد فطر، ومنها قال له عبي هذه كما نقولوا مرق بطاطا. وخرج تعدى العطار، خذا بنصيف فرنك سكر فار حاشا من يعدي، وشد الثنية راجع. الاخرين حتى هما ناس ملاح كيفو، اللي خموا هو خموا هما. قالوا بربي ما خير يا فلان، كل واحد منا ياخذ النصف ولا يصح له 3. قال لا عبد نصفي. قال ما كيفاش نعملوا؟ قال نقتلوه ونقسموا. اي خلط جاب الفطور، هو قعد واحد منهم جاه من تالي ويهزك الفاس هذاك بزوز يدين اعلى من راسه ويقول له به العرب رحلت، وصل له ذبابة الفاس لقلبه، هبط سكت. قال توا كل واحد منا صاحب النصف. اي نفطر الساعة. حطوا هاك الفطور هذاك بيناتهم وبداو بسيدي عبيد شبعوا تناهنوا قعدوا، لكن بداو يحسوا في وجيعة، بدأ تتقوى. واحد قال معدتي، الاخر قال مصارني، حتى ولاو يتقلاو صيحة للسماء وصيحة للوطاء. بشوية قطعوا نقيق داخو، هذا تمدهون الاخر تمد غادي، ماتوا الاثنين. وقتها اخرج سيدي بن عروس وتفرج في هيك المنظر الهايل وقال هذوما اللي يحبوا الدنيا مثلتها دلاعة تتكركب مثل الدلاع، ماذا لحقوها من طماعة أرماتهم في بير ملقاع. ثم 2 فرسان عابرين سبيل. الزمان السابق كان لا ثم لا طيارة لا شمندي فيه لا كرهبة، راكبين على الخيل.
تقول انت تجار، ولا زوز اصحاب خرجوا للمصيد، نهار كامل وهما سايرين على الارض غايرين، تصفير شمس يشوفوا في بيت شعر على بعيد. في هاك الوقت هذاك ما ثماش واحد يبات في الخلاء، لازم يدبر وين يبات، على خاطر الناس يخافوا في الليل. الإنسان إذا كان منع من القطعية ما يمنعش من الهوش، الصيد، نمر إلى غيره، وتلقاه ولو حتى عند العصر القال عمار يقعد ثم يحبس يبات، ما عادش يزيد القدام، كل نهار يعمل ربي. أي نداو بهاك البيت هذيك من بعيد يشوفوا في حركة كبيرة ومشي وجي وخدام وعبيد وخيل وبل وكلاب تنابح. وصلوا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي سبتكم يا فرسان؟ قالوا ضياف ربي. قالوا مرحبا اتفضلوا. في الحين داروا بيهم العبيد، كل واحد شد حصان تلهى بيه، جبدلوا الحكة، نحالوا هاك الغبرة اللي عليه ونظف السرج وغطاه وحطلوا العلفة متاعه، وتلهاوا بهاك الزوز من الناس. جابوا لهم الماء، غسلوا أطرافهم، تبردوا، وكل واحد وصيف واقف عند راسه وشد منشفة. يشوفوا ها هوكا واحد مخرج كبش من الغنم وتك عليه ذبحه، فهموا اللي هذاك العشاء. أي قالوا لهم تفضلوا ارتاحوا. دخلوا البيت الشعر، زرابي كلموات وأقطفة، بيت متاع ناس بسيط. قعدوا اتكاو يرتاحوا، حسه من زمان حتى طاح الليل. جاء العشاء، 6 ولا 7 خدام، كل واحد الجايب. أي تفضلوا. خزروا لبعضهم، قالوا زعما ما هو مول البيت. قالوا يا ولدي مول البيت وينه؟ ماذا بينا نسلموا عليه؟ قالوا لهم مش لاهي. أي داروا على هيك العشاء، حط الميدة وزوز خدام غسلوا يديهم وجاو قعمزوا بحذاهم كيف عادة العرب، كل واحد يقص في اللحم ويقطع ويحط قدام اللي بحذاه، ويحط له في الزبدة قدامه باش يخلط وياكل. تعشاو، تحمدوا، تشكروا، جابوا له مغسيل اليدين، غسلوا، نشفوا، رشوهم بالزهر، اتحطت المانجا بتاع التائي، وقعد وصيف يطيب ويخلط ويقلي في اللوز ويصب ويمد، وهما ساهرين ويشربوا ويتحدثوا، وفال حديث ما عاد عندهم ما يقولوا. قلقوا، تغامزوا. قالوا له صيف وين سيدك؟ قال هوني. قالوا له ما يجيش يجيب حدانا؟ قال ما نعرفش. تي ماذا بينا يا ولدي نسلموا عليه؟ على كل حال احنا في محلو وكرمنا. قال ما نجمش نقول، سامحوني. زادوا سهروا شوية، جاء وقت النوم، فرشوا لهم كل واحد تمد فرشه. قاموا في الصباح، خلطوا هاك الخدام بريق الماء والليان والصابون والمنشفة، وكل واحد غسل وجهه، خلطت الفطور، فطروا، شبعوا، غسلوا يديهم، قدموا لهم كل واحد الحصان متاعه يسهل شبعان راوي نظيف. قالوا للخدام السيد مول البيت ما نجموش نقابلوها. قالوا لهم سيدي راقد، مش ممكن حتى نبقيو بخير ونشكروه على احسانه. قالوا مليح يا سيدي اتهنى نبلغوا له. أي بخاطركم كل واحد ركب على حصانه وشد ثنيات. النهار كله هما سايرين على الأرض غايرين،
في الخلال خالي والعجول الدور. عقاب عشية يشوفوا في بيت ها هيك على طنقورة جبل، قالوا هوني نباتوا الليلة. نزلوا على الشبور، عملوا مشاف، وصلوا يلقاوها بيت شعر لا يوريك ولا يروعك، ارقع عد وغلط، والريح يصفر من كل جهة. ظاهر عليها هاك البيت هذيك الفقر والعراء عاملين معاهدة، وهذاك المركز بتاعهم. خرجت عزوزة من الغابرين، مرحبا يا فرسان على السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا ضياف ربي مرحبا اتفضلوا. كل واحد هبط من على حصانه، مشات ربطتهم الغادي في الحوش، وجات فرشت لهم اش عندها ما تفرش، مجود من موجود. جابت لهم قربة الماء غسلوا اطرافهم وشربوا، ومشات هي تحش في الحشيش وتحط قدام الخيل. هما هكايا وشايب جاي، قالها منين هالخيل؟ قالت له ضياف. عر راسه قال يا ربي نحمدك ونشكرك اللي جبت لي ضيف. ودخل السلام عليكم زارتني البركة، هذا النهار المبروك السعيد، شرفتوني. تحت ضبوطه حزمة خبيزة. الخبيزة ما هيك الحشيشة اللي ثم ناس يطيبوها يعملوها طبيخة، هذيك القلال اللي ما عندهمش بالشي والخضرة، ينحيوا الخبيزة وين يلقاوها ويطيبوها. مشى للعزوزة قالت له توش مش نعشيوهم هذوما؟ قال لها مو مازال عندك طرف دقيق شعير، وهاو هالطرف خبيزة هذايا، اعمل لنا كسكسي. قالت له باش مش تعمل كسكسي يا اخي عندك الزيت؟ قال طيب بلاش هيك اللي عندنا، لو كان ثم راني ذبحت لهم. امل غالب ارمالها هاك الطرف خبيزه هذيك، قامت كسكست شعلت النار، ركبت الطنجره، حط الكسكاس، ومشى هو قعد بحذا الجماعه يوشحل عليهم، وجابد معاهم هدره من غير هدره، وهالخطا الصعيد ومنين هالجيه والعرس الفلاني العرس الفلاني يسمع فيه، وكانوا يقولوا يحكوا على عم فلان الى اخره. اي احضر العشاء، اي تفضلوا على بركه الله. كسكسي شعير ثاعش وبالخبيزه يجرح حتى في القراجم، لكن الجماعه ياكلوا ويتبنوا، ظهر لهم هايل، ظهر لهم بنا ما ثماش، كأنهم قاعدين على سفرة ملوك. والحديث متاع هاك الشايب منسيهم في هاك الخبيزة وهاك الشعير. تعشاو تحمدوا تشكروا، جاب لهم صب على يديهم غسلوا. امشى للعزوزة قال لها مش عنا طرفتاي؟ قالت بربي عقل، انفيفة في قرطاس ما تعملش حتى كاس. قالت يعمل، صب الماء برك، اذا كان ما يجيش ابنين ياسر ما يسالش، هاك اللي ثم على كل حال. وطيبت لهم هاك التاي بسمية تاي، وليلة كاملة حتى الكل ليل، وهو شايخ ويحكي وهما عاملين عليه كيف. سهرية عداوها ما تحسش من عمر. عقاب الليل قاموا رقدوا، قاموا الصباح جابوا لهم الماء غسلوا يديهم ووجوههم. الشايب والعزوزة ما عندهم حتى شيء باش يوكلوهم، المدرق والمخبي تجبد البارح برك. عملوا نفسهم ما في علمهم شيء، كأنهم ما يعرفوش للناس يفطروا في الصباح، وهو ما زاد عملوا نفسهم مش مستانسين يفطروا الصباح. أيا بقاهم خير، شدوا الثنية وزورونا وتزوركم الأيام الطيبة إلى آخره. كيف بعدوا واحد منهم طبس على الآخر وقال له خبيزة من عند باشر، وهذاك حد النعيمة، ولا كبش من عند كاشر لا يعرف للناس قيمة.